بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أهلا بكم حبايبي. النهاردة فيديو جديد، إن شاء الله بإذن الله يعجبكم. هنعمل النهاردة البريوش. طبعا احنا في الشتاء بقى بنحب المعجنات والحاجات الفطاير والقراقيش والبقسماط طبعا، والأسعار زي ما احنا شايفين يعني ما شاء الله كل يوم بتعلى عن اليوم التاني. فطبعا لازم نعمل بقى كل حاجة في البيت. فاحنا ان شاء الله باذن الله هنعمل النهارده بريوش بالسكر. دي نفطر بقى بيه، نتعشى جنب كوبايه لبن، نفطر يعني يكون ايه حاجه كده للاولاد كده وهم رايحين المدرسه الصبح، ميبقاش لهم نفس للاكل، ياكلوا ايه بريوش مع كوبايه اللبن. اول حاجه طبعا زي ما انتم شايفين المقادير، كوبايتين سمنه، حراره المطبخ، بيكنج باودر، معلقه خل، 5 بيضات، كوبايتين لبن، وكوبايه سكر، والخميره طبعا احنا محضرينها، ونص كوبايه ميه دافيه لو عوزنا ودي ريحه كحك، على شويه سمسم، و2 كيلو دقيق. زي ما انتوا شايفين 2 كيلو دقيق، يعني المقادير دي كلها على 2 كيلو دقيق. كوبايتين لبن، كوبايه سكر، 5 بيض، وكوبايتين سمنه. اول حاجه هنعملها هنرش شويه ملح، ونحط ريحه الكحك بتاعتنا. طبعا الريحه دي كل ده اختياري، اللي عاوز ريحه كحك بس بيبقى يعني بتخلي ريحه البريوج او اي كحك بيبقى ريحته زي بتاع الفرن اللي احنا بنجيبه. وهنحط واحده بيكنج باودر، هنحط الحاجات اللي هي الجافه كلها مع بعضيها. طبعا البيكنج باودر ده بيساعد الخميره طبعا انها تبقى تطلع بسرعه، المخبوزات بتبقى كويسه. يعني كوبايه السكر بتاعتنا نقلب كل ده مع بعضه كده، عشان بس لما نيجي نعجن نعمل بقى فحرة كده. نحط السمنة بتاعتنا كلها. طبعا السمنة بتبقى سمنة زبدة، عاوزة سمنة عادية ممكن تحطي نص ونص كمان، يعني اختياري في كل حاجة السمنة دي. طبعا كل حاجة السمنة بحرارة المطبخ. نحاول نقلب بقى كله كده السمنة كده عشان ونحط البيض كله دلوقتي هيتجانس مع بعض المقادير كلها. نحط بقى البيض، برضو البيض يكون مطلعينه بفترة من التلاجة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنخلط كله كده مع بعض.
وهنحط ايه اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط اللبن، برضو اللبن يكون دافي عشان ايه يساعد ان العجينة تخمر بسرعة. والمية برضو اللي احنا ايه لو عوزنا شوية مية كده يلم بيها العجينة برضو تكون دافية عشان العجينة ايه تساعد على الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. احب اشكركم والله يا جماعة كلكم، يعني بصراحة تعليقاتكم جميلة جدا وبتشجعوا، ويا رب دايما كده يكون عون لبعض ونشجع بعض بإذن الله. معلقة الخل، هنعجن بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا بقى ايه نبتدي نعمل ايه بايدينا شويه. احنا كده ايه حطينا كل المقادير، مفيش غير الخميره اللي فاضله عشان بس ايه نعرف ايه نلم العجينه كويس، فهنستعمل ايه ايدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا جماعه انا الحمد لله يعني ايه ببقى صادقه في كل التعليقات اللي انا بعملها مع اي قناه. والورد اللي انا ببعته لكم يعني ورد نادي كده، ورد جميل. اتمنى تبعتوا لي الورد ده، الورد بتاعكم الحلو والتعليقات بتاعتكم الجميله. طبعا البريوش ده بيحتاج عجن جامد اللي ما عندوش عجان. طبعا اللي عنده عجان طبعا بيبقى سهل. بسم الله الرحمن الرحيم. بقيت اللبن، اهم حاجه في البريوش يا جماعه ان انتوا تعجنيه كويس. العجن بيخلي العجينه تطلع ناجحه معاكي. طبعا ايه بقى نشوف الخميره. شوفوا بقى الخميره اللي انا عاملاها. بصوا اللهم صل على النبي. بصوا الكوبايه عامله ازاي. بصوا طبعا دي انا عاملاها قبليها كده ايه قبل ما اشتغل في العجينه. شوفوا فايره ازاي في الطبق شوفوا فايره ازاي في الطبق. حاطه الطبق بصي فايره ازاي فيه. بصوا من ان هي العجينه الخميره ناجحه. بتعملي الخميره نص كوبايه ميه دافيه ومعلقه سكر، وتروحي ايه حطاها في الكوبايه ومغطياها لغايه ما تيجي بقى ايه تعجني. تخلي بقى بصي قدام كل الخميره بقى ايه تفور كده. هو تعرفي ان الايه الخميره ناجحه معاكي. بصوا هناخد طبعا الخميره دي مش هنسيبها، اللي هي فايره بالطبق، ونحطه ايه نحط الميه اللي احنا ايه الدافيه دي نحطها في قلب كوبايه الخميره كده عشان ايه تاخد منها عشان نعجن ايه بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بقى نعجن بقى ايه نلم العجينه زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. على قد ما تقدري بقى ايه تعجني، لان البريوش ده بصراحه عجنته ايه عشان النجاح بتاع العجينه في العجن كويس. دلوقتي يا حبايبي اهو عجننا العجينه كلها كده وحطينا على وشها الزيت.
خليناها بصوا تعمل ازاي. بصوا ملبل ازاي العجينه. بصوا دي عجينه البريوش لازم تبقى كده. كده بقى ايه لميناها وايه وحطينا على وشها شويه زيت كده اهو. وايه نسيبها بقى ايه نص ساعه كده تخمر، وبعد كده نرجع بقى ايه نشكلها. العجينه كده بقى خمرت زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقت جميله جدا. تعجني بقى بيها بعد ما خمرت خالص بقى كده. تحاولي برضو ايه تعجنيها شويه كده عشان ايه. بصوا بقت عامله ازاي. بقى عامله زي المقبل ما شاء الله على عجينه جميله جدا زي ما انتوا شايفين كده. ايه نقسمها بقى. بس كل واحده بقى ناخدها بايدينا كده. عشان ايه نشكلها ايه براحتنا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. العجينة طالعة زي الفل زي الفل. كده واحدة كده. طبعا انتوا بقى ايه عاوزين تحشوها زبيب سكر تعملوها سايدة. هنعمل معاكم ايه كل الايه كل الحاجات. بصوا كده اهي نعملها زي الاسطوانة كده اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الاسطوانة كده جميلة. طبعا انتوا بقى ايه المقاس اللي انتوا عاوزينه تعملوها ايه بيه. العجينة بصوا جميلة. الخمر بتاعها حلو ولسه كمان ايه كل ما تقعد كل ما هتخمر وهتبقى ايه جميلة. اهم حاجة بس تسووا ايه كل العجينة لما تيجوا تفردوها تبقى متساوية. تبقى مفيش حتة ايه تكون تخينة وحتة ايه رفيعة كده. تروحوا بقى ايه بصوا سهلة جدا. بصوا تعملوها كده مفيش اي صعوبة فيها. بقى عاوزين ايه نجيب شوية سكر. شوية سكر كده حطينا عشان ايه اللي عاوز ايه السكر. طبعا هنشكلها كلها
وايه نحطها في الصينيه وندخلها الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتوا يا حبايبي بعد ما سوينا البريوش، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، شكله تحفة تحفة. طبعا طلع ناجح جدا، وبصوا كله جميل كده، هو وزي العسل وهش كده وجميل. طبعا الطريقة اللي انا وريتها لكم دي طريقة ناجحة جدا، وخبزته في الفرن وزي العسل اهو. طبعا احنا عارفين يا حبايبي ان البقسماط والقراقيش في الافران بقت غالية جدا، يعني فطيرة زي دي دلوقتي بقت ب4 جنيه وب5 جنيه. يعني بصراحة الاسعار بقت غالية قوي، واحنا لازم بقى يعني كستات بيوت نقف وسط الاسعار دي بقى، ونحاول ان احنا نعمل كل حاجتنا في البيت، ونساعد على قد ما نقدر. اي حاجة نعرفها نعملها في البيت نعملها، منشتريهاش من بره، زي القراقيش والفطير والشوريك والحاجات دي كلها حاجات سهلة جدا ان احنا نعملها. الوصفات في كل حتة تلاقي، في اي قناة تلاقي الوصفة بتاعتها وتلاقي طريقتها، وكل قناة احسن من التانية بتقدم وصفات جميلة. احنا نستفاد من كده ونقف في وش الاسعار ونعمل حاجتنا بايدينا. كل ست بيت تقف جنب جوزها وتساعد عيالها، وانها تعمل حاجتها في بيتها وتوفر على قد ما تقدر. لان طبعا مهما كان انت هتجيبي الدقيق وتعمليه في البيت مش هيكلفك زي بره، والاسعار اللي احنا يعني بصراحة ربنا يعيننا عليها. فعلى قد ما بنقدر اي حاجة بنعرفها بنعملها، وده من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نوفرها وتبقى مثلا كفطار كعشاء. ممكن ياخدوها الاولاد في المدرسه وهم ماشيين، بدل ما تعملي سندوتشات او يشتروا حاجات من بره زي الباتيهات والحاجات اللي غليت برضو دي. كل دي حاجات جميله لازم نتعلمها من بعض، وكل واحد عنده وصفه يقولها للتاني. ارجو يكون الفيديو عجبكم وتستفيدوا منه وتجربوه ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله يكون نال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.